الهرم الأصغر في جبانة الجيزة هو ثالث أهراماتها الشهيرة، وينسب إلى الملك منقرع من الأسرة الرابعة. ورغم أنه أصغر حجماً من هرم خوفو وخفرع، فإنه لا يقل عنهما أهمية، فقد شيد بدقة متقنة تعكس القوة الفنية والروح الدينية للحضارة المصرية. يبلغ ارتفاعه الأصلي نحو 65 متراً، وقد بني من الحجر الجيري، بينما كسيت طبقاته السفلية بالجرانيت الأحمر القادم من أسوان، مما منحه شكلاً مميزاً بين أهرامات الجيزة. يتميز الهرم الأصغر ببنائه المتناسق وغرفه الداخلية التي أعدها منقرع ليكون مدفنه الأبدي وفقاً لعقيدة الخلود التي اعتقد بها المصريون القدماء. ويجاوره 3 أهرامات صغيرة تعرف باسم أهرامات الملكات، مما يشير إلى أهمية الروابط الأثرية في النظام الملكي القديم. على الرغم من مرور آلاف السنين، ما زالت بقايا الغلاف الخارجي من الجرانيت واضحة على قاعدة الهرم، تشهد على مهارة الحجارة المصريين وقدرتهم على نقل وقطع الصخور الصلبة بدقة مذهلة. كما يرتبط الهرم بمعبد جنائزي وطريق صاعد يصل إلى معبد الوادي، حيث كانت تقام الطقوس التي ترافق الملك في رحلته إلى العالم الآخر. الهرم الأصغر ليس مجرد مبنى حجري، بل صفحة من صفحات التاريخ المصري العريق، تروي قصة ملك أراد أن يترك أثراً خالداً، وحضارة استطاعت أن تشيد معجزات لا تزال تبهر العالم حتى اليوم. أحمس الأول هو الملك الذي غير مجرى تاريخ مصر وقادها من زمن الاضطراب إلى عصر القوة والمجد. ولد أحمس في أواخر الأسرة 17 في طيبة، في وقت كانت فيه مصر تعاني من احتلال الهكسوس لشمال البلاد، ومنذ صغره تربى على الشجاعة، وشهد كفاح أسرته لاستعادة الأرض والكرامة، فحمل السيف مبكراً وأقسم أن يحرر وطنه مهما كان الثمن. بعد وفاة أخيه سقنن رع ثم كامس، تولى أحمس القيادة وهو ما يزال شاباً، لكنه امتلك قلباً لا يعرف الخوف. بدأ بتجهيز جيشه وتدريب جنوده على أساليب القتال، ثم تقدم نحو حصون الهكسوس معتمداً على التنظيم والقوة والإصرار. كانت معركة أواريس من أهم معاركه، حيث قاتل ببسالة حتى دفع الهكسوس إلى الهرب، ثم لاحقهم حتى حدود فلسطين ليضمن أنهم لن يعودوا أبداً. بفضل انتصاراته عاد الأمن إلى البلاد، ووحد مصر من جديد بعد سنوات طويلة من الانقسام. لم يكتفي أحمس بالحرب، بل بدأ بإعادة بناء الدولة، فاهتم بالمعابد ونشط التجارة وفتح الطرق مع الجنوب، مما أعاد لمصر قوتها وهيبتها. وفي عهده بدأ عصر الدولة الحديثة، أقوى عصور مصر الفرعونية. أحمس ليس مجرد ملك محارب، بل رمز للإصرار والوطنية، وقائد أعاد لمصر استقلالها وفتح أمامها باباً جديداً من المجد. لقد ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الحضارة، وأصبح اسمه علامة على الشجاعة التي لا تنكسر. وادي الملكات هو موقع أثري عظيم يقع غرب مدينة الأقصر في مصر، وكان المخصص لدفن ملكات ونساء الأسرة 18 وما بعدها من الأسرات المصرية. يشبه وادي الملوك، لكنه أصغر وأهدأ، ويحتوي على مئات المقابر المزخرفة بألوان زاهية ونقوش دقيقة تصور الملكات في رحلتهن إلى العالم الآخر مع الآلهة، مما يعكس معتقد المصريين القدماء في الحياة بعد الموت والخلود. أشهر المقابر في الوادي هي مقبرة الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني، التي تعتبر تحفة فنية لما تحتويه من نقوش وطلاءات مذهلة، كما أن معظم المقابر مصممة لتكون مكاناً آمناً للملكة بعد الموت، حيث تحميها الآلهة وتساعدها على الوصول إلى الخلود. تحتوي المقابر على ممرات طويلة وغرف مقسمة بعناية، وتزين الجدران برسوم تصور الحياة اليومية والطقوس الدينية، بالإضافة إلى صور الملكات مع الآلهة والملوك لتأكيد حقهم في الحياة الأبدية. كان وادي الملكات مكاناً مقدساً يؤكد مكانة المرأة في المجتمع المصري القديم،
ويبرز دور الملكات في الدين والسياسة، كما يعكس براعة المصريين القدماء في الهندسة والنحت والفن، حيث كانت المقابر تبنى وتحفر في الصخور بطريقة دقيقة للغاية، مع الحفاظ على رموزها الدينية والملكية. حتى اليوم يظل وادي الملكات شاهداً على عظمة الحضارة المصرية، ويجذب الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أسراره وروعة فنونه.